السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده ان شاء الله هنعمل الفراخ المحشية بالبصل، حاجة كده طعمها لذيذ جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. وعايز اقولك دي فراخ صغيرة وهتمشي معايا، لو عندك فراخ صغيرة هتشوفي هتعملي التفاصيل ازاي علشان ان شاء الله تطلع ناجحة معاكي وما فيهاش اي غلطة. يلا بينا ونقول بسم الله. اول حاجة معايا الرز سويته، طبعا زي ما قلتلك الفراخ صغيرة يعني مش هتاخد سوا معايا، فاديته سوا كامل الا حاجات بسيطة يعني. ومعايا 3 بصلات هبدأ دلوقتي اقطعهم شرايح زي ما انتي شايفة كده. بالمناسبة الرز انا حطيت له معلقة سمنة بس، ما ضفتلوش اي حاجة تانية، والاضافات دلوقتي هنقول هنعملها ازاي. بعد ما قطعت البصل حطيته كده في معلقة سمنة على النار لحد ما اتكرمل معايا برشة ملح وفلفل اسود بس. هنبدأ دلوقتي نضيف بقى التوابل بتاعتنا اللي انت تحبيها تقدري تضيفيه. حطيت ال7 بهارات وحطيت ملح وفلفل اسود ومع نص معلقة بابريكا، طبعا بتدي طعم حلو جدا. هنقلب الكلام ده كويس وهنزل بمكعب ماجي. دلوقتي بقى هنزل بالرز اللي انا مسوياه تسوية شبه كاملة يعني. لو الفراخ عندك صغيرة، لو الفراخ كبيرة شوية وانت عارفة ان هي ممكن تاخد سوا معاكي يبقى يفضل ان الرز يبقى نص سوا. تمام، جبت الفرخة ونضفتها كويس يمين وشمال وبقيت حلوة جدا اللهم بارك. هنبدأ دلوقتي نحط الحشو ومش هنضغط لان الرز عندنا مستوي، فمش هينفع نضغط عليه، لازم يبقى واخد راحته كده عشان يعرف يتنفس معايا وبرضو ايه ما يعجنش. فتحة تحت الجلد كده ما بين الصدر يعني والجلد، فهبدأ دلوقتي احشيه وهحط له كمية بسيطة كده من الخلطة دي علشان ما تقطعش يعني الجلد دوت وهي بتتسلق يعني. فخلي بالك من الخطوة دي. زي ما اتفقنا قبل كده القنصة بتعمل ايه؟ بتسدلنا المكان دوت وما بتخليش الرز يدخله مية زيادة ولا الرز اللي جوه الفرخة يخرج مننا. وهنبدأ دلوقتي نعمل الفرخة كده رجليها حرف اكس كده زي ما انت شايفة، وهنتني الأجنحة لورا وهتبقى عندك احلى فرخة مستعدة للتسوية وحاجة كده عظمة بصراحة. عملت واحدة تانية جنبيها كده ويلا بينا نشوف هنعمل ايه وهتتسلق ازاي. حطينا مية على النار بتغلي، تمام، وهنزل دلوقتي بالفراخ. بنزل الاول رقبتها علشان اتاكد ان هي اتقفلت وما تخرجليش اي رز من قدام، وتبقى كل حاجه كده تمام وتبقى كل حاجه مظبوطه. هنزل بالتانية وهنبدا دلوقتي نحط التوابل والبصل والحاجات الحلوه بتاعتنا اللي تخلي معاكي شوربه حلوه جدا. جبت 3 بصلات كده وبدات احطهم. هنحط ورق لورا ودي حاجة برضو مهمة جدا بتخلي الطعم معاكي في حتة تانية والريحة. هنزل بفلفل اسود وال7 بهارات طبعا، ولو عندك توابل فراخ برضو دي هتبقى الحاجة الاساسية. عندي روزماري حطينا. ونبدأ دلوقتي نحط الملح بما ان الفراخ صغيرة زي ما اتفقنا قبل كده. قطعت طماطمايه كده وبدأت احطها على الكلام ده كله وتقليبه كده من على الوش بسيطة، وهتاخدي احلى فراخ بحشوة الرز والبصل، حاجة كده تحفة جدا بجد رهيبة. عايزاكم تجربوها ان شاء الله هتنجح معاكم على طول جدا وهتاكلوا احلى فراخ واحلى حشوة بصراحة. حمرت واحدة كان لسه بدري جدا فحمرت لكم واحدة كده عشان تشوفوها. بصوا عايزه اقول لكم كانت ريحتها حلوه جدا والحشو جواه فعلا كان مختلف وحلو قوي قوي. اتمنى النهارده تجربوا الوصفه بتاعتي وتكون عاجباكم ان شاء الله، واتمنى اشوف رايكم. ولو انت مش مشتركه في القناه اتمنى يعني فضلا وليس امرا ان انت تشتركي عندي، ولو انت مشتركه اتمنى برضو فضلا وليس امرا تحطي لي لايك وكومنت عشان اعرف ان الفيديو عجبك. بحبكم في الله جدا يا احلى ناس، واشوفكم فيديو جديد تاني ان شاء الله نعمل حاجات حلوة كتير باذن الله.
هتعجبكم. فاقول لكم شكرا ليكم وسلام.